النهاردة هنعمل الجلاش الحلو بالمكسرات بأسهل طريقة من غير بقى دهن طبقات كتير، وهيطلع معانا مقرمش واخد لون حلو قوي وطعمه بيطلع خطير. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب لو مش مشتركين. وأول خطوة هنبدأ فيها الشربات. هنحتاج 1.5 كوباية من السكر، عليهم بحط 1 كوباية من المية، وكمان شريحة من الليمون أو عصرة كده من الليمون، وبقلبهم كويس جدا على البارد الأول لحد ما أحس إن السكر داب شوية، وبعدين برفعهم على النار وبعد بعد الغليان 7 دقايق بالظبط، وبعدين بطفي واسيب الشربات ده على جنب يهدى خالص أو يبرد تمام. عندي لفة جلاش بكون مخرجاها من الفريزر قبلها بساعة أو بساعتين ولا حاجة تفك خالص. لازم الجلاش يبقى معانا بالشكل ده كده، لازم يفك تماما علشان ما يتكسرش معانا وقت الشغل. لفة الجلاش دي كانت وزنها يعني حوالي نص كيلو. وللمكسرات ممكن تستخدموا فول سوداني بس على شوية كده من الزبيب والجوز الهند لو متوفر. أنا حطيت فول سوداني مع بندق مع لوز وفرمتهم في الكبة كده فرم ناعم، وبعد كده حطيت عليهم شوية من جوز الهند وكمان الزبيب. وللصينية اللي هنستخدمها أنا استخدمت الصينية الوسط في الطقم التلاتة. بندهن الصينية كويس جدا بالسمنة علشان الجلاش بتاعنا ما يلزقش فيها. جبت لفة الجلاش وقستها كده على الصينية، لقيت حتة زايدة كده فقصيتها من لفة الجلاش، وأكيد ما رميتهاش، قطعتها لمكعبات صغيرة ورصيتها كده في طبق صغير، وكمان حطيت عليها شوية من السمنة وسويتها، وكانت برضو جميلة جدا بس كانت سادة. بنبتدي بقى نغطي على لفة الجلاش، نحطها كده جوه فوطة ونغطي عليها وناخد منها 4 ورقات ب4 ورقات، ونرش كده عليها من غير دهن ولا حاجة، بنرش عليها شوية كده من المكسرات المفرومة، وأهم حاجة ما نجيش ناحية الأطراف. وبعد كده بنلفها بالطريقة دي كده. طريقة التشكيل سهلة قوي من غير بقى ما ندهن ورقة ورقة ونتعب نفسينا، وما شاء الله الجلاش بيطلع معانا مورق وجميل. بنبتدي نخلص لفة لفة ونرصها في الصينية بالشكل ده كده. بناخد كمان 4 ورقات، أهم حاجة الورق ما يقلش عن 3 ورقات، يعني ممكن تعملوا 3 ورقات برضو وهتبقى حلوة قوي على حسب حجم الصينية اللي هتستخدموها. لو هتعملوا 3 ورقات يبقى يعني هتكبروا الصينية شوية. وكل لما بنقلل الورق الطبقات بتقل، كل ما بنزود الورق الطبقات بتزيد، ولكن ما تزودوش عن 4 ورقات ولا تقللوا عن 3 ورقات علشان يطلع معاكوا او تطلع معاكوا الطبقات مظبوطة ومش تقيلة، وتحسوا ان الجلاش كده وانتوا بتاكلوه خفيف. بنخلصهم كلهم كده بنفس الطريقة، وبعد كده بنجيب السكينة وبنبدأ بقى نقطعهم على شكل مثلثات بالشكل ده كده. بنسيب بقى الصينية على جنب لحد ما نحضر السمنة اللي هنسقي بيها الجلاش. عندي 1.25 كوباية من السمنة، بحط عليها معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، وبقلبهم كويس جدا مع بعض، وباخد السمنة دي وأصبها على طول على الجلاش، وبنحاول كده بالطريقة دي نفرد السمنة على الجلاش كله. بستنى كده على الجلاش دقيقة ولا حاجة لحد ما يتشرب السمنة اللي احنا حطيناها، وفي الوقت ده بكون مشغلة الفرن على 180 مولع من تحت بس لحد ما الجناب تحمر كده، والجلاش احسه خلاص ان هو استوى من تحت واخد لون حلو. ولو حسيتوا ان هو لسه محتاج لون كده من فوق على خفيف، ممكن نولع له الشواية شوية ياخد اللون الحلو ده. وعلى طول اول ما بنخرجه بنصب عليه الشربات بيكون بارد والجلاش بيكون سخن، أو العكس، الشربات يكون سخن والجلاش يكون بارد. ما شاء الله الجلاش ده لو هتعملوه مرة يعني أوعدكم إن هو هيبقى من الحاجات المعتمدة عندكم اللي هتعملوها على طول، لأنه بجد سهل وبسيط ونتيجته بتطلع في الآخر كده زي ما انتوا شايفين، يعني حاجة كده في منتهى الجمال، جميل ما شاء الله، وتحسوا إن هو حاجة متعوب عليها، ولكن هو مفيش أسهل من طريقته ونتيجته بجد بتطلع مبهرة. لو جايلكم ضيوف وعندكم لفة جلاش كده في الفريزر ومجربوه وقولولي رأيكم، ان شاء الله هيعجبكم وهتعملوه اكتر من مرة. واخيرا لو استفدتوا من الفيديو وعجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك تحت الفيديو وتشتركوا في قناتي لو مش مشتركين.
وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.